حطي النسكويك على الكنافه وبهريهم باللي انت هتعمليه. ايوه النسكويك على الكنافه. يلا نشوف الطريقه ونشوف الوصفه. النهارده بقى هنعمل كبات، ممكن بقى تفتحي بيها مشروع لو عندك ضيوف بيحبوا بقى الشكل كده الجمال، ولادك اعملي كبات الكنافه دي وادعي لي دعوه حلوه كده من قلبي. لو اول مره تدخلي قناتي انا رشا السيد، النهارده هعمل لكم فيديو جامد للاخر. هنجيب الكنافه بتاعتنا وهنعمل بيها احلى كبات، سهله بسيطه طعمها يا ناس خرافه بجد، ما تتقارنش باي حاجه خالص. عندي هنا نص كيلو من الكنافه او ايا كان ربع كيلو كيلو براحتك. جبت الكنافه بتاعتي وكنت حاطاها في الفريزر، طلعت كده بايدي كده بدرتها زي ما انتم شايفين، بقت شبه البودره. نص كوبايه او كوبايه الا ربع سمنه، اديها تقليبه حلوه كده بالمعلقه، ما نفعتش بايدي يلا شربت كل الكنافه الحلوه السمنه بتاعتي. لازم الكنافه تشرب كل السمنه. جبت بقى الصينيه بتاعتي او الصاجه او اي حاجه، هفردها كده وادخلها الفرن بتاعي. هتسيبيها رشه في الفرن قد ايه؟ لا مش هسيبها، هو انا كل دقيقه او دقيقتين هديها تقليبه. اللي هيحمر من تحت هقلبه، يعني كل كده دقيقتين هقلب علشان ما تتحرقش مني. الكنافه حاجه رقيقه خالص ممكن تتحرق مني في لحظه، فانا بفضل شغاله زي ما بقول لكم كده، بقلبها من فوق لتحت لحد لما خليتها اللون الذهبي العظمه ده. انا بموت في اللون ده زي ما انتم شايفين كده. كل دقيقتين بقلب لحد لما طلع معايا كده. هسيب بقى الكنافه بتاعتي دي تبرد خالص. وكنت بقى هنا انا عامله السيرم او العسل، زي ما انتم عارفين هو سهل ما فيهوش اي حاجه خالص. انا لما بعوزه خفيف بعمل كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه وعليهم عصره ليمونه وظرف فانيليا كده خلاص معايا. عايزاه تقيل شويه هتحطي كوبايه ميه وكوبايتين سكر وعصره الليمونه وظرف الفانيليا وخلص معانا السيرم بتاعنا. طبعا لازم يبقى بارد والكنافه بارده. هنحضر بقى هنا بعد ما سيبنا الكنافه، بقول لكم لازم تبرد وهي بالشكل الذهبي ده. هنحضر بقى الكريمه بتاعتنا او الكريم شانتيه. عندي كوبايه ونص من الكريم شانتيه او حسب ما انت ما تحبي الكميه اللي تحطيها. هنزل عليها باربع معالق سكر عادي، سكر ده متخرص. بما ان هو سكر ابيض وخفيف خالص فانا بحطه من غير ما اطحنه، مفيش اي مشكله خالص. هديله تقليبه حلوه وهنزل بقى بحليب بميه الموجوده عندك هتحطيه. انا هنا ما كانش عندي حليب، حطيت ميه ساقعه وبرده ماشي معانا. ظرفين النسكويك هم دولت البطل معانا النهارده. النسكويك عايزه اقول لكم مخلي طعم الكريمه تحفه 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 بجد روعه. يعني انا ممكن احط اي كاكاو بس لا، النسكويك عطيها طعم جميل. هفضل بقى اضرب فيها كده لحد لما تديني القوام اللي انا عايزاه. والقوام المره دي انا مش عايزاه تقيل زي الكريم شانتيه اللي بنزين بيه الجاتوهات والتورت. انا عايزاه اخف شويه عشان ينزل كده يتغلغل في الكنافه ويدي طعم عظمه. بجد طعمها تحفه بجد، لازم تجربوها. يلا بقى كومنت حلو ولايك جميل وعملوا مشاركه لكل اصحابكم. المشاركه دي يا جماعه مهمه جدا عشان كل الناس تستفاد. بقول لكم بصوا انا عايزاه القوام كده يكون مش ماسك نفسه قوي. جبت بقى الكنافه بتاعتي بعد ما بردت عليها بقى السيرام كده او العسل اللي انا عاملاه، هديله تقليبه واديها يعني ايه، خليها في درجه الحلاوه اللي انا هقدر اكلها بيها. العسل قد ايه يا رشا؟ لا حسب ما انتي ما هتاكلي، في ناس بتحب الحاجه حلوه قوي وفي ناس بتحبها حسب ما تحبها. فالعسل اللي انتي هتحطيه ده حسب ما انتي ما تحبي. كده هو جاهز معايا. هجيب بقى الكبات بتاعتي وانزل بقى كده عندي طبقه طبقه. احط طبقه كنافه وبعد كده طبقه كريمه زي ما انتم شايفين. هضغط كده عليها سنه، وطبعا انتوا بقى التزيين اللي انتوا تحبوه حطوه. انا اديتك الفكره وانت زيني وابدعي زي ما تحبي. نزلت كده بالكبات، والكبات بيبقى شكلها حلو للضيوف، بتفكر ان انت جايبه الحاجه من بره. يعني هما الضيوف اللي كانوا عندي بجد فكروا ان الكبات دي انا شاريها من بره. نزلت بقى كده بكيس تلاجة او كيس حلواني، حطيت فيه الكريمه بتاعتي واديت طبقه تانية بظهر المعلقه بقى كده. هظبط الدنيا وارجع احط تاني كنافه وارجع اديها تاني كريمه يعني طبقتين وطبقتين وزيني بقى زي ما تحبي. وزي ما انتم شايفين عايزه اقول لكم طعمها بجد يا جماعه تحفه بجد، تستاهل اللي انتوا تجربوها. وسهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص ولا كلفتني ولا اي حاجه خالص. ممكن لو عايزه تبداي مشروع ممكن تعملي المشروع دوت. بس بديها خبطتين كده الكريمه عشان هي مش ماسك قوي فبتنزل تفرد نفسها معايا. يعني كل الطرق كده متاحه ان انتوا ايه تتصرفوا وتعملوا اللي انتوا عايزينه. اللي عايز بقى يبدا مشروع ممكن يعملها يشوف تكلفتها تكلفه الكبات. بجد مشروع مربح بجد. ربنا يحسن ما بين ايديكم ما بين ايديا يا رب. هبتدي بقى كده اهو زي ما انتم شايفين اخبطها خبطتين او اعملها بظهر المعلقه افردها. وبعد كده بقى خلاص هناخدها ونزينها ونشيلها بقى في التلاجة، ولازم تتاكل ساقعة. بجد يا جماعة بتبقى فوق الروعة وهي ساقعة. كده خلاص بقى معايا. جبت هنا بقى شوكليت اللي هو الشوكليت شيبس. وعندي بقى هنا بالكنافة عشان تتعرف ان هي كنافة. لو تحبي اي تزيين بقى عندك صوص شوكولاتة اي حاجة اي حاجة عايزة تحطيها التزيين ده يرجع لي.
كده خلصت معايا. بقولك بقى تاكليها كده، تغطيها بقى وتبقى كبات بقى للكافيهات، شغل كده ربنا يحسن ما بين ايديكم اللي انتوا عايزينه. بصوا انا اديتك الفكره وانت بقى ابدعي واعملي اللي انت عايزاه. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم واكون ضيفه خفيفه عليكم. واي حاجه انتوا محتاجينها اكتبوا لي في الكومنتات وانا عينيا عشانكم انفذها لكم على طول. ايه رايكم؟ كنت معكم رشا السيد، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.